السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي منورين الدنيا كلها وربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا. تعالوا بقى نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كده في اول كلامنا. عملنا النهاردة تورتايه بسيطة وسهلة، وطبعا زي ما انا عودتكم بنزوق التورتايه مفيش ادوات اصلا ان احنا بنستخدمها في اي زواق تورتايه عندي ان شاء الله باذن الله. يعني لو انت معاكي كيس تلاجة كده هتعرفي تزوقي التورتايه دي. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي من اول عجينها خالص لحد اما نطلع بالنتيجة الجميلة دي ازاي، بطريقة بسيطة وسهلة خالص. نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وتعالوا نشوف عملنا ايه. اول حاجة كده معايا 3 بيضات، وكمان معايا 200 جرام من الدقيق الاسبونش الجاهز، و3 من الفانيليا، ومعلقة كبيرة من محسن الجل، وكمان ربع كوباية من المية. اقول تاني 3 بيضات، وتستخدمي البيضة تكون كبيرة كده، ما تروحي تجيبي بيض بقى كده تنقي البيضاية تكون كبيرة عشان تديكي نتيجة احسن. 3 بيضات عليهم 200 جرام من الدقيق الاسبونش الجاهز، وكمان معلقة محسن جل، وكمان اللهم صل على النبي ربع كوباية مية. كل ده بقى في العجان كده او بالمضرب الكهربائي، وابدأي اضربي لحد اما تلاقي قوام بدأ ان هو يزيد خالص، وقوامه بقى عامل زي الكريم جانتيه. عندي بقى الحلة مقاس 20، ببدأ ان انا اقيس ورقة الزبدة على مقاسها، وبدأت ان انا ادهن الحواف بتاعة الحلة. على فكرة لو ما عندكوش الحلة اللي هي مخصوصة للطرة دي، اي حلة غويطة هتنفع معاكي. تمام. بس تأكدي ان هي مقاسها 20 علشان ما يكونش كمية العجينة قليلة قوي على الحلة. بدأت ان انا بقى دهنت الحواف بتاع الحلة بتاعتي بسمنة، وحطيت ورقة زبدة، وهحط بقى الخليط وادخله الفرن. بعد نص ساعة اختبري ايه العجينة، لو لقيتها استوت تمام، لو ما لقيتهاش استوت سيبيها كمان حوالي 5 دقايق هتلاقيها استوت، لان انا مش عاملة كمية كبيرة قوي. خلاص كده ما شاء الله طلعت معايا هشة والعجينة جميلة جدا. بس انا علشان كمان ما سبتهاش ان هي تستريح، بدأت ان هي تتفرفت معايا يعني زي ما انتوا شايفين كده. المفروض الكيك ده يرتاح اقل حاجة 4 ساعات، المفروض قبلها بيوم كمان عشان تديكي نتيجة حلوة وما تغلبكيش وانتي بتزوقيها. بس انا كنت مستعجله على التورتايه دي، يعني ايه استخدمتها على طول، وصلحنا كل ده، يعني ما تقلقوش من اي حاجه خالص. خلاص كده بدات ان انا اشيل الوش بتاع الكيك، لان كلته طبعا بيبقى زفاره. عندي ما شاء الله الكيك هش وجميل وفاتح وحلو قوي. تعالوا بقى نشوف عملنا القلوب الجميله دي ازاي بعجينه السكر. جبت عجينه السكر وحطيت عليها البودره بتاعتها اللي هي بتثبتها وبتنشفها اسرع. بعد كده بقى بجيب لون احمر، وبدأت ان انا الون العجينة السكر بتاعتي. نعمل القلوب دي ازاي بطريقة بسيطة، مش عارفة مسرعة الفيديو قوي عشان ما تملوش. جبت العجينة كده على شكل مطول وبصبعي كده، وبدأت ان انا من النص بس، يعني من النص كده من نص عجينة السكر، وبدأت ان انا اعمل الشكل ده. ببدأ ان انا الزق الطرفين كده بنقطة مية بسيطة علشان ما تفكش. بكل سهولة خالص عملنا شكل قلب بسيط وسهل، وبقى بايه بعصاية شيش طاووق كده. وبدأت ان انا ايه احطها في عجينة السكر. خلاص كده بقى شكل قلب جميل قوي وسهل وبسيط. ممكن تستغني عن القلوب دي وتجيبي فراولة وتحطيها مكان عجينة السكر لو انت عاوزة توفري شوية، لان عجينة السكر الكيلو منها دلوقتي وصل ل95 جنيه. خلاص كده جبت بقى اللهم صل على النبي، جبت الكيك بتاعنا وحطيت طبقة كريمة بسيطة خالص على القاعدة بتاعتي علشان ما تتهزش وتفضل ثابتة لحد ما توصل للزبون. جبت الكيك وشربته بسيرب خفيف. كذا مرة قلناه. هو عبارة عن كوباية سكر عليها كوباية ونص من المية، وتغلي بعد ما تغلي عصرة ليمونة، وممكن كمان كيس فانيليا. وببدأ ان انا اشرب الكيك ما بين كل طبقة والتانية. حطيت في اول طبقة كريمة فانيليا عليها شوكولاتة كريسبي بيضاء. زي ما انا قلت لكم الزبونه ما كانتش عايزه اي شوكولاتات بنيه على التورته دي، فاستخدمت كل حاجه بيضه ما عدا طبعا الصوصات. استخدمت صوص فراوله. الكريمه عباره عن ايه، كوبايه كريمه عليها كوبايه ونص من الميه المتلجه، ويستحسن كمان يكون فيها قطع من التلج كده، بيدي قوام حلو قوي للكريمه. كمان معاهم معلقه كبيره من اللبن البودر، وكمان معلقه من البست كريم بيدي طعم حلو للكريمه. خلاص كده حطيت بقى طبقة فراولة، صوص فراولة، وبعد كده بجلس التورتاية كده على قد ما بقدر، بخليها يعني ايه متساوية من الجوانب ومن فوق.
ببدأ بقى ان انا اجلسها كويس كده، ويعتبر خلاص كده ايه المرحلة الصعبة خلاص يعني. هي ما فيهاش حاجة صعبة، كل حاجة بسيطة وكل حاجة سهلة. خلاص كده بظبطها بقى كده، وعايزة ان انا امسح برضو الاطراف القاعدة بتاعتي وهي طرية كده قبل ما تجمد. يعني ما بتجمد تغلبك قوي، انما وهي طرية لسه كده بتتمسح بسهولة. عندي بقى جزء من الكريمة حطيت عليه لون احمر. عايزين تغمقوا اللون الاحمر ده، ممكن تحطوا نقطة سمراء او نقطة بنية بيدي لون احمر غامق، بس انا كنت عايزاه ايه يعني ايه يكون فاتح معايا. حطيت كمان شوية صوص فراولة على الكريمة عشان تدي طعم حلو للكريمة بتاعتي. حطيت بس جزء بس بسيط خالص كده من تحت، مش عايزاها كلها تبقى حمرا، عايزة جزء بسيط خالص. بتكون بارزة عن الكيكة عن التورتاية نفسها. خلاص كده بجيب بقى صوص فراولة كده، وبعمل الدريبات بسيطة خالص من صوص الفراولة، بتدي شكل حلو وبسيط وطعم كمان حلو. حبيت ابسط الامور، ما ازينهاش بحاجات كتيرة قوي، وحاجات سهلة وفي نفس الوقت تطلع شكلها يعني مقبول وشكلها حلو. جبت صوص الفراولة، حطه بقى في اي كيس تلاجة عندكم. لو ما عندكوش اكياس الحلواني اللي هي بتاع الاستخدام من المرة الواحدة ده، كيس من بتاع اللبن اللي هو الاول اكياس من بتاعة التلاجة، وحطوا جزء من الكريمة الحمراء وشوية صوص فراولة، وهتقدروا تزينوا زي ما انا قلت لكم. عملت بقى شكل قلوب بطريقة بسيطة خالص، نقطة وانزلي على ما فيش، نقطة وانزلي على ما فيش، هيطلع معاكي شكل القلوب البسيط ده. كمان جبت كريسبيات كده شوكولاتة كده لقلقة كده شكلها حلو، افتح الدنيا برضو. وعلى كل قلب لقلقاية بسيطة خالص. ايه رأيكم بقى؟ اتمنى التورتايه تكون عجبتكم. هنا بقى القلوب كانت باهتة، وجات لي فكرة ان انا اغمسها كده في صوص الفراولة تديلها لمعة حلوة. وزي ما انا قلت لكم ممكن تستغنوا عن عجينة السكر، تحطي اي فواكه بس تكون حمرا برضو عشان ايه تكون لايقة على التورتايه. اتمنى تكون عجبتكم، اكون افدتكم يعني ولو افادة بسيطة خالص او فكرة بسيطة خالص لتزيين تورتايه بسيطة وسهلة. في حاجات كتير هتنزل ان شاء الله على القناة باذن الله الايام الجاية. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل الافكار وكل الوصفات الحلوة توصل لكم اول باول باذن الله. هنا بقى خلاص احب اقول لكم في امان الله، واستنوني الفيديو الجاي، واتمنى الفيديو يكون خفيف ويكون حلو كده وعجبكم، وقولوا لي رايكم في التعليقات. مستنيه تعليقاتكم كلها وبقراها كلها حبايبي. هنا بقى احب اقول لكم مع الف الف سلامه يا اخواتي، واستنوني الفيديو الجاي باذن الله. مع الف الف سلامه. سلام.